السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. النهاردة فيديو أقسمت بالله جه بعد صبر ومرار طافح. صبر ومرار طافح، وحطوا تحت الصبر والمرار الطافح دي 10 يعني خطوط كده. هتتكلمي في ايه يا شيري؟ بصوا بقى، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى، وحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان الكلام اللي انا هقوله النهاردة. بالله عليكم، بالله عليكم اشتركوا في القناة عشان الكلام اللي انا هقوله النهاردة كلام مهم جدا جدا جدا. اتمنى من كل الناس تسمعه، كل الناس تشير الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. يلا ندخل في الموضوع. طبعا كلنا شفنا مسلسل زاهية واخواتها، صح؟ مسلسل زاهية واخواتها اللي كلنا عارفينه. شفنا بس رانيا اللي كان عند مافيا، شفنا رد زاهية وغلطها في بنت ريري، صح؟ شفنا عودة آه، يوميات فاطمة مع أهلها. شيرين هتتكلمي في ايه؟ هتكلم في كل حاجة النهاردة بما يرضي الله. خلاص، اسمعوني. بص يا جماعة، أول حاجة طبعا أنا مش مع سب أعراض. سب أعراض ديت، عايزة أقول لكم أنا مش معاه لحد ما أموت. لحد ما أموت أنا مش معاه. بس ساعات الإنسان بينجبر إن يتحط في الوضع ده عشان يدوق الظالم منها. يعني انت مفكر ان انت او انت هتعملي فيها كده؟ هل انا ما عنديش لسان اعمل فيكي اكتر من كده؟ مش معنى كده ان انا مرجحاكي يا زاهية ان انت تطلعي تعملي كده في بنت ريري. اولا يا جماعة، احنا شغلنا على اليوتيوب، ماله ومال ولادنا؟ بتدخلوا ولادنا في اليوتيوب ده ليه؟ بس كان احنا طالعين عين اللي جايبيننا، فطالعين عين اللي جايبيننا عشان ولادنا، مش عشان نقل منهم، مش عايزين نكسر عينيهم. يا زاهية، يا زاهية، أنا بحبك وبعزك وبحترمك وعارفة إن أنت مظلومة، وعزة جلالة الله لو اللي يشوف ده كله اجتمع وقال إن زاهية مش مظلومة، زاهية مظلومة مظلومة مظلومة. خلاص؟ ومفيش حاجة اسمها براءة زاهية، لا، أنا عارفة إن زاهية بريئة من يوميها. زاهية الشطارة والنظافة والترتيب، زاهية الظلم اللي شافته خلاها تطلع يعني عن شعورها وتتكلم. فانا بقولك يا ريري، انا بتاسف لك، ويا ريت يا زاهيه بلاش الخلافات دي كلها ندخل فيها عيالنا ونسب عرض ولادنا. يا ستي انا متجوزه وانتي متجوزه وريري متجوزه، عيالنا مالهم؟ عيالنا مالهم؟ لان انا تعرضت للموقف ده، فانا عذره اللي ريري طلعت عملته، اللي ريري طلعت عملته. مش معنى كده ان انا جايه مع ريري على زاهيه، او ان شهيره صاحبتي فاجي على ريري، لا. احنا ولاية وهيقعد لنا، والكلمة اللي بتطلع من البق سلف ولو بعد حين هترجع لك تاني. انا ماليش دعوه بكل اللي بيطلع على اليوتيوب ده كله ويتكلم ولا يقول كلمة في حقي. انا شاهد وكيل عليا ربنا، بس شاهد وكيل عليا ربنا. ان كنت ظالمة او مظلومة يقعد لي، يقعد لي، مش هقول لكم اكتر من كده. فانا بتكلم بما يرضي الله. والنهارده برضو عايزة اوجه رسالة. الرسالة دي لمين؟ يا استاذ حماد، انا شايفه ان من ساعه ما زاهيه طلعت بالبيت، انت عارف انا بعزكم، بدخل اللايف عندكم وبحترم هناء، وهناء عارفاني وبتدخل عندي، تمام؟ يعني انا مش غريبه بالنسبه لكم، وانا عارفاكم، وانتوا والله ناس فوق الراس. خلاص، بس بلاش نوسخ من نفسنا ويتحط ان احنا بنعمل في بعض كده في دايره الفلوس، لان الفلوس زايله وكله زايل. كلنا بص، شفتوا الاعصار جه عمل ايه؟ الاعصار جه بصوا بيقولك ثانيه، ثانيه كان البحر مغرق البيوت. اكيد انتوا شفتوا منظر. كان ربنا يرحمنا كانه مشهد يوم القيامه، اننا نتعظ، اننا بقى نمشي كويس، اننا بقى نتقي الله في اللي احنا بنعمله. اولا انت مش عايز تكلم اختك، ما تكلمش اختك، براحتك خالص، تمام؟ بس ما رميش على اختي، ما رميش على اختي ولا اختي ترمي عليا، ولا اجي على واحده وقفت في ظهر اختي. زي مين؟ زي شهيره. ما انت في يوم من الايام كنت بتحترم شهيره، وكنت بتطلع وشهيره في البيت وبتطلع من عندكم وانت عارف ان شهيره موجوده، وكنتوا بتبقوا معاها في البسات بتاعتها. ليه القلبه دي كلها؟
انا عايزه اقول لك على حاجه يا شير، وعزه جلاله الله، انا ما قابلت صاحبه على اليوتيوب عملت مع صاحبتها اللي انت عملتيه. يمكن انا اول واحده في مشاكل اللي حصلت دي كلها، اكتر الناس اتخلت عني وشالت ايديها. لكن شهيره وعزه جلاله الله بتسال عليا وبتكلمني، ولو رنت عليها تتصل عليا. تمام. ان ما رنتش عليها خلاص. انا اتفاجئت وانا بصراحه عفوا يا جماعه، بصراحه انا متابعه اخلاص ابو رجيله. فلما دخلت عندها قلت ايه ده، ايه اللي حصل؟ اما ادخل اشوف، طبعا رانيا داوود برضو كانت عامله لايف. قلت مش هحكم الا لما ادخل اشوف. دخلت لقيتها بصراحه مهذبه وفي ردها مهذب ومش عايزه تقوم الدنيا حريقه. ومهما مافيا يسالها ويتك عليها بالاسئله، هي في الاجابه بتاعتها كانت محايده. طلعته اللي مع حلميه، ده رانيا عايزه تكسب ود زق. يا جماعه انا عايزه افهم، هي زي اخت مين؟ ورانيا اخت مين؟ وحلمية اخت مين؟ وحمادة اخو مين؟ استهدوا بالله كده. وعزة جلالة الله لو اليوتيوب ده اتقفل الصبح، ما المتابعين محدش هيعرفها، لكن الاخوات هم اللي هيرجعوا لبعض. الاخوات هم اللي هيرجعوا لبعض. تمام. فيا نقول كلمة حلوة يا ما نقولش، يا اما نهدي الدنيا. حتى لو الاتنين ماسكين لبعض سيوف، يصح الكذب ان انا اصلح بين عيلتين. حتى لو هكذب، ربنا احل الكذب في الصلح بين عيلتين. ان انا حتى لو فلان ده بيذم في ده، اقول له والله ده بيعزك، ده بيحبك، لا ده عمره ما غلط فيك، لا ده ما بيقولش عليك كده. عشان انا في نيتي جوه ان انا ايه؟ ان انا اصلح، مش ان انا ازود المبلة زفت، مش ان انا اقعد اشتم واغلط. ودي ما كانتش محايده، ودي ما كانتش ده بتكسب رضا الست زاهيه عشان الداعمين اللي عند زاهيه، عشان ينوبها من الحب جانب. انا عايزه اقول لكم على حاجه وقلتها قبل كده وهفضل اقول. هل انا معترضه على قناه حلميه؟ انا بحب قناه حلميه جدا جدا جدا. وعلى فكره والله العظيم والله العظيم شاطره، وانا بحب شطارتها وبحب طريقه كلامها. بس انا في دماغي وفي نظرتي ان اللي صاحب الفضل في عيله داوود كلها هي زاهيه، وكله طلع على حس زاهيه. هل لو كانت زي في يوم من الأيام مش عايزة أختها تبقى أحسن منها، أو تخلي مثلا، أو إن أختها تيجي تصور معاها مثلا، كانت طلعتها، كانت جابتها دخلتها بيتها، كانت قعدتها عندها كام شهر وكانت بتشوف التصوير ازاي، وزي هي بتتكلم ازاي وبتعمل ازاي وبتخلي ايه. صح ولا لا يا جماعة؟ اه اي نعم، كل واحد ليه طبعه وليه طبيعته في اليوتيوب. يعني انا ممكن اختي، احنا تربيتنا واحده، لكن ممكن اختي لها اسلوب وانا ليا اسلوب. فانا ليا ان انا اجذب مشاهد مثلا، وهي لا انها تجذب مشاهد. سبحان الله، سبحان الله، يعني ربنا ليه في كده حاجه. لكن دي لها حب ودي لها حب. احنا ايدنا عداوه. وعايزه اقول لك يا زاهي، انت ما بتتعلميش من اخطائك ليه؟ يعني انت دلوقتي وقعت في خانه. دلوقتي كل لو زي اتنفست نفس كله يطلع عليها وياخد النفس ده ويعمل عليه فيديوهات وبثات مباشره والقناه تكبر. تمام. طيب اختك حلميه ماشيه في طريقها ليه ومكمله؟ لانها بتشوف اخطائك ومش عايزه تقع فيها زيك. هي مش عايزه تقع فيها زيك، فمحذره، محذره عشان تكسب على قد بص ما تقدر طول ما اليوتيوب ده موجود. وعايزه اقول للناس ارحموا زاهيه بالله عليكم، ارحموها. يا جماعه زاهيه بيتها ده اتعمل من قبل اليوتيوب، فهو عندها. لكن ما جاء بعد اليوتيوب، عندها 3 اولاد، عندها 3 عايزين يتجوزوا، جوزها مريض، هي محتاجه يا جماعه، لان دلوقتي بتربي طيور، عايزه لهم اكل كل يوم، البيت كل يوم عايز. فيا جماعه بالله عليكم ارحموا. ممكن يدخلها ده دخل كتير الاول، وكانت العيشة رخيصة. دلوقتي بقت كلها دخل قليل بسبب الغم ده كله، واي حاجة بيتندب عليها وبيبقى فيها غم، اعرفوا ان هي والله العظيم تبقى داخلة البيت زي ما اكون مبسوط فيها. تحس ان انت ماسكة هوا في ايديك، مش ماسكة فلوس اصلا، عشان الندبة على حاجة ما بتنفعش. فيعني دلوقتي بقت المشاهدات اقل، بقت الفلوس اقل، بقت العيشة اغلى. عايزين نرحم بعض. والله لو رحمنا بعض ربنا يرفع مقته وغضبه عننا، وهيروح كل اللي احنا فيه ده. عيلة داود مصيركم لبعض والداخل ما بينكم خارج. بحييك يا رانيا في اللايف بتاعك، بشكرك جدا. ربنا يخلي لك عبد الله ويخلي لك نور وتشوفهم احسن الناس يا رب، وتقفي جنب اخواتك كلهم مش باستثناء حد عن حد. كلهم، كلهم زي بعض، كلكم انتوا اخركم لبعض. ومرساكم مش هيصفى حد. بص لو حد جرى حاجة كله هيجري عليه. انتوا اخركم لبعض. ندخل بقى طبعا على الصلح الجميل اللي احنا شفناه بتاع يوميات فاطمة. ألف مليون مبروك. وده اللي أنا كنت بدعي ليه من زمان. لو انتوا تشهدوا على فيديوهاتي عارفين ان انا بدعي من زمان ان يحصل صلح ما بينكم، انتوا تبقوا كويسين، عشان ما ينفعش الفضايح اللي احنا بنشوفها دي. عشان الفضايح دي يا جماعة الناس بتعلم علينا بره.
ما ينفعش يا أمة محمد، ما ينفعش يا جماعة، مبروك الصلح يا حبيبة قلبي، بس أنا باعترض على حاجة واحدة بس، أنا باعترض على حاجة واحدة بس، إن أنا منين من 3 أيام كان عندي عزا، من 3 أيام كان عندي عزا، وإن أنا طالعة أسقّف وأزرغط وأهلّل مع أبويا عشان أبويا رايح عُمرة. أنت أولًا أبوك رايح عُمرة مش رايح يتجوّز، ولا مثلًا فرح أخوكِ ولا كلام من ده خالص، أخوك رايح عُمرة، الله يصلح له حاله وعقبال كل الناس، وعقبال كل الناس، ويروح ويرجع بألف سلامة، تمام؟ فبصراحة انتقدتِك في دي بأمانة يعني، أنتِ عارفة معزتِك وعارفة إن أنا حبيتِك جدًا في ظل الأوضاع اللي حصلت دي كلّها، بصراحة حسّيت بيكِ وحسّيت باللي أنتِ بتمُرّي بيه، وطبعًا الناس كلّها تقول لِك إيه، آمم هُم اتصالحوا بس الصُلح زور، هو زور أو مش زور، هيشغلنا إحنا في إيه؟ قولوا لي كده، ده جوزها ما حضرش، أيوه ما هو الوجع وجعها هي وجوزها، تمام، بس جوزها من حقه إنه ما يجيش، لإنه مش أبوه ولا أمه، لكن هي لازمًا تيجي، لإن هو أبوها، فاهميني إزاي؟ حتى لو من عينيها هي باين إن هي فرحانة، فرحانة عشان كلمت أبوها، لإن هي بتحبه هي شكله أصلًا. لكن هي من جواها حزينة من كل اللي حصل. جماعة، لا الحلو بيتنسى ولا الوحش بيتنسى، لا الحلو بيتنسى ولا الوحش بيتنسى. كل يعني يقول لك إيه، لعل الشر الخير يكمن من الشر أو يكمن في الشر، يعني ممكن نكون الشر اللي حصل ده كله عشان نطلّع منه خير حصل لنا، إن ربنا بيّن لنا كل واحد على حقيقته. فمش معنى إن أنا آآ تمام هارجع وهنتصالح وهنبقى الدنيا تمام، بس أكيد هاخد حذري منّك، أكيد هاخد حذري منّك، ليه بقى؟ لإن من الأول اللبن لمّا بيتعكّر يا جماعة بيروق تاني، ده يقول لِك ده النسب يا لأ أنا باقول اللبن مش باقول النسب، اللبن مش صح؟ برضه، أنا ما دام عبّيت من اللي قدّامي ده، فاستحالة إن أنا هاصفى له مرّة واحدة كده. أو استحالة إن أنا هادّي له الأمان زي الأول، أو استحالة إن أنا هارجع معاه، فهو ده اللي حصل معاها. ربنا يا رب يسعدها ويهنّيها بأبوها وبأهلها وبعيلتها وربنا يرحم سلفها ويكمّلهم في اللي جاي ويساعدهم على اللي جاي عشان يقفوا جنب عيال سلفاه، لإن يا جماعة الدنيا والله العظيم عايزانا كلّنا نقف جنب بعض ونتكاتف مع بعض عشان نعدّي المِحَن اللي إحنا فيها، علشان لو عدّينا المِحَن اللي إحنا فيها بأدبنا وأخلاقنا مع بعض، هتبُص تلاقي هتلاقينا سبحان الله نبقى كويسين مع بعض ونعدّي اللي إحنا فيه، ونعدّي الغلا والوبا والإعصارات والزلازل وكل حاجة. وهارجع أقول كلمة أخيرة، إياكم وسَبّ الأعراض، إياكم وسَبّ الأعراض، إياكم إن إحنا ندخّل عيالنا في أي حاجة يا جماعة، عشان والله العظيم، والله العظيم دي جرحها ما بيتنسيش، ما بيتنسيش العمر كله. يالّا يا جماعة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وحطّوا اللايك.